حتى أنت يا حاج تركتنا وصرت تحت التراب. يمكن تكون مرتاح، بس تركت وراك عشيرة دريجان. رح تبقى عايش دائما بقلوبنا وما رح ننساك. هالأرض حقنا وملك لأولادنا، والدليل ليكو قدامك بيشهد على كلامي هاد. عم تضبي اغراضك؟ ما بقدر ضل هون ولا دقيقة. ما فيك تروحي بهالسهولة، زياد دائما موجود. ليش خفتي هلأ؟ شو هالحكي أحمد؟ ما بتعرف شو صار؟ تمام عادي وروقي. وهلأ خبريني، حابب اسمع الحقيقة منك. ما بعرف من وين لازم بلش. زياد زياد؟ هاي فرصتك الأخيرة. هاد زياد. يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك. عم دور على السيد طه. الشباب هونيك بيقدروا يساعدوك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف صحة الشباب؟ أهلين. بخير. فيني أخذ من وقتكم شوي؟ تفضل. شكرا. عم دور على طه. بس مين بتكون حضرتك؟ وشو بتريد منه؟ قرايبه. اللي بعرفه إنه هو ما عنده قرايبين. أنا من أوروبا. هو ولا مرة حكى قدامي إنه بيعرف حدا من أوروبا. مو مهم. وين بلاقيه هلأ؟ راح على ملاطيا. توفى قرايب رفيقه هنيك، لهيك راح حتى يوقف جنبه. عن جد؟ لكن أنا صار لازم روح. خليك قاعد. يسلم. خليك حتى نشربك مرة شاي. ثانية. يلا سلام. مع السلامة. الله معك. الله معك. خير إن شاء الله. إن شاء الله. مين بيكون هالزلمة؟ وقفي لشوف.
مفكرة فيك تهربي؟ أنت لازم توقفي جنبنا. شو عم تحكي عبد الله؟ من هاللحظة ما حدا بيقدر يخليني هون. اسمعي منيح، لا تخليني أعصب أكتر. شو فيك تعمل يعني؟ بدك تقتلني؟ يلا قتلني. إيه أنا فيني قتلك. معك حق. بالأول سعدو وبعدين شكور. ناوية تضحكي على الاثنين ما؟ انت واحد قليل أدب. بوعدك رح خلي هي المحامية تمشي وتحكي مع حالها. شوية وقت ورح تعرفي مين عبد الله. اوه حضرتك قاعد هون ومسترخي وتارك المصايب فوق راسي. يلا بسرعة، يلا قوم لا تضل عم تتفرج علي. لازم نتحرك من هون بسرعة. شو قصدك عبد الله؟ زياد رح يهجم على المكتب. شو؟ ايه مثل ما عم قلك، وانت لازم تاخد حذرك. ما عم افهم اللي صاير بهالمكتب. اللي قالته ريحان مزبوط بخصوص شكور. انسى موضوع ريحان وشكور، المسألة هي بتخص ريحان وبس. اسمع مني اللي رح لك اياه. اولا هالقضية هي رح تتوقف من هلأ. ثانيا رح تحاول تنساها انه مرت عليك، وإلا رح تكون انت الخسران الوحيد. وبتعرف اني بنفذ كلامي حتى على سعده ما بترد، فهمان؟ بس شكور حكى معي. انسى موضوع شكور، قضيته انا بحلها. ايه اسمع، زياد رح يكون عندك بأي لحظة. ليش عم يصير معنا هالشي يا رفيقي؟ ما بكفي كل شي مرينا فيه؟ قلي ليش؟ شو هذا الشي اللي عاملينه حتى عم نتعاقب كل هاد؟ مو برقت حالك من كل شي؟ ايه انا لما طلعت من السجن قلت بروح على الضيعة، وبهالطريقة ما رح يقدر حدا ابدا انه يلقطني. بس هن ما عم يتركوني بحالي. انا ما عم بقدر اني اعيش مرتاح بنوب، ما عم بقدر. بطلت تعرف شو اللي عم يصير بهالناس هون. شو بدك مني انت؟ ما في شكور. شكور كان بالماضي. مثل ما قطعت كل علاقتي بالناس بأنقرة رح أقطعها بكل اللي هون. لا أهل ولا رفقات ولا أراضي ولا مناجم. رح أترك كل شي وراي وامشي. خلص انسوني. أنا ما بدي صديق ولا حتى أي عدو. اخترت إني كمل هالحياة وحيد. عشت 50 سنة عم أقدم، وبعد كل هذا الشيء ما لقيت نتيجة. تعبت أقدم على الفاضي، والحجي علي درجان مات وزياد مفقود ويمكن ميت. مليت من هالوضع. ضاعوا من حياتي، لاقوا حدا تاني. اهدى شوي، انت اللي عم تقول هذا الحكي؟ ما بعرف انه هذا كان رأيك. شو بيكون عم بيقول هداك الواطي لكان؟ شو اللي عم تقوله سعدو؟ مين بتقصد بهداك الواطي؟ مين يعني؟ عبد الله. شو هالحكي هذا اخي سعدو؟ كيف بتحكي هيك؟ إذا كان عبد الله واطي فأنا شو رح كون برأيك؟ واطي مثله؟ ها؟ هيك بتقصد بالكلام؟ احكي ولك. ما بسمح تحكي عني بهالطريقة. ما بسمح لك. بما انك شايفني واطي اعتبروني متت. بعدوا عني، طلعوا من حياتي. بهالايام اقرب الناس لك هن اللي عم يأذوك ويجرحوك وبطريقة بشعة. ليش عم تصرخ بوش الصبي؟ بالله اجا محامي الدفاع بهالبيت. يلا انبسط، حتى مرتي واقفة معك. نسيت شو وعدتني؟ نسيت كل الكلام اللي قلت لي اياه؟ إذا نسيت فأنا رح أترك لك هذا البيت وأمشي. اوه، امتى حضرتك شرفت ما شفتك؟ هالحكي مانو مهم بهالوقت.
المهم ما تضايقي حالك يا مدام، اعتبري موضوعه محلول. هو رح ينفذ كل اللي وعدك فيه بالحرف. ها 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 ليك شاهين رجع. انت متأكد؟ متأكد. مات الحاج علي كمان. ايه، معناها لازم نروح على جنازة الحاج ونوقف جنبه. ما بتصير تكون هي الجنازة الوحيدة. فهمت، ورح يصير هذا الشيء. لكن لا تضيع وقت وروح على ملاطع. ماشي. يوسف زياد موجود بديار بكر، وأنا متأكد من هذا الحكي، بس على ما يبدو واقع بمشكلة. لو إنه هالزلمة بخير كان رح يجي أكيد على جنازة الحاج علي، بس ما إجا على الجنازة. لو كانت ايديه معباية دم كان رح يجي على جنازة الحاج. أنا اللي بدي إياه منك هلأ تروح لديار بكر وشوف إذا بتقدر تعرف شي عن زياد. بيجوز يساعده وجود شخص من دريجاني، وبرأيي إنك تاخد معك السيد إبراهيم. فعلا إبراهيم مناسب. لازم يوصل هلأ. ليكو جاي لعنا. اجيت بوقتك إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. تفضل خلينا نقعد شوي. تفضل. أهلين سيد إبراهيم. سيد إبراهيم اسمعني. علي شير، انت متأكد انه الشباب هون؟ هيك قالت مرته للسيد إبراهيم إنه نادوا له لحتى يجي لعندهم. معقول وصلن شي خبر عن زياد؟ إذا واصلهم شي خبر ومخبيين عنا ما رح مرقها أبداً. ها ليك هي سيارة مهران. على كل أنا رح خلي السيارة معي، رح دور بملاطيا وبوصلك على الكراج. اتفقنا مهران آغا. علي شير جاي. شو ما كان هالشي اللي عم تخبوه عنا فنحن لازم نعرفه بسرعة. بس نحن ما عم نخبي عنك شي. معناها شو هو سر هذا الاجتماع يا ترى؟ الشباب رايحين على ديار بكر يسألوا عن زياد. كنت رح روح كمان. لكان فيك تروح معهم. معلش نحكي. زياد بعد علي شير عن هذا الموضوع. ما صار له زمان مسكر عزا أبوه، ومو كتير مناسب ناخده معنا. كلامكم صح، بس هو بيضله شاب صغير، ما رح نقدر نمنعه من انه يدور على زياد. تمام. انا بفضل انه تروحوا سوا. مثل ما بدك. اسمعني يا علي شير، انت رح تروح معه. عم حس إنه الأرض ساكتة وكل شي فيها حزين وعم يبكي على حالتنا. صار لي سنين عايش هون، بس حالة الوجع والحزن هي ما صارت ولا مرة. صراحة انكسرت قلوبنا، بس بتمنى من قلبي إنه موت الحاج آغا وغياب زياد ما يودي شبابنا لمصايب جديدة أكبر. كلنا منعرف أولاد الحاج، بس إنن لازم يبعدوا عن المشاكل. ولاد الحاج لازم ينسوا اللي صار. لسه عرفات ما سمع بموت جده، رح ينقهر كتير عليه. أنا خلصت هلأ، فيكن تبلشوا تعبوا مي. هاي المكالمة إلك.
الو. ريحان، انا لي فتره عم اتصل برقمك، بس للاسف موبايلك دايما عم يكون مطفي. مشغل بالي عليكي. أنا منيحة. وين انت؟ تعالي لشوفك، بدي اياكي بموضوع ضروري. والله شغلتي لي بالي. بس أنا ما بيجي عبد الله بالبيت. مين عبد الله؟ عبد الله مين؟ اعتبريه ما أنا موجود بهالبيت، رح ألعه كرمالك. تعي وبيصير اللي بدك اياه. إذا ما فيك تجي قولي لي وينك ورح أبعث سيارة تجيبك. أكيد ما رح تزعل من اللي حكيته عبد الله، بس تجي أنا رح بهدلها وأوصلها لسانها. كيف بتقول أسرارنا بهالسهولة؟ لازم أعاقب على هالشي. والله هالكلام صحيح. اسمعني عبد الله، أنت لازم تتركنا لحالنا. يا عمي جبرائيل، مو ذنب حدا باللي صار، هذا ذنبي أنا. لهيك أنا ما عم بقدر إني سامح حالي على اللي سببته لبنتك. الكوابيس ما عم بتفارقني. بتمنى من قلبي إنه صحتها تتحسن كرمال أقدر كمل حياتي. اسمع شو راح أقول لك، أنا مريت بظروف صعبة بس بهالمرة انكسرت. بس راح خلي الله ينتقم من اللي كان السبب بهالوجع. بعمل كل شي كرمال ترتاح بنتي وترجع لحياتها. كنت راح اتصرف بطريقة تانية لو ماني جد ومسؤوليتي حماية أحفادي. بس عندي أمل إنك راح ترجع زياد، ووقتها راح كون مبسوط وراح تحصل على كل شي بدك إياه. وأنا بوعدك بشي يا عمي جبرائيل، رح لاقي زياد. كيف صار وشك؟ راح يطيب عن قريب. كأنك متقلع من البيت. خلاص بلا هالسخافة وامشي. في زلمة اجى قبلك سأل بده زياد. مين يلي كان عم يسأل؟ متذكر شكله شي؟ والله كان لابس ثياب سود وعنده شوارب ولابس نظارات، ما كان في شي بيميزه. اللي شو صار آخر مرة شفت فيها زياد؟ لما اجى زياد لهون طه قرر انه رح يبعث زياد بآخر اليوم،
بعدين أنا رحت فوراً خبرت طه بموت الحاج علي. ما كان في محل بالباص، وطلعنا بالقطار. قطعت تذاكر فوراً، قطعنا على ديرجان. ولاد طه كانوا كتير مزعوجين، ما كان بدهم يروحوا لهنيك. بس طه هو يلي قال لي آخدهم، هو طلب مني إنه آخدهم معي على ديرجان. إيه والله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. انت وين كنت يا ابني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني كيفك؟ كنا ناطرينك، فكرناكم رايحين على ديريجان. خير، شو كان صاير هنيك؟ في أخبار عن زياد؟ مات الحاج علي بنوبة قلبية. بالنسبة لزياد ما في شي، نقلوا ديار بكر. يوسف هنيك. البطل بديار بكر؟ ما بين لسه، وبصراحة ما فيني أحكي شي، بس بنت جبرائيل بالمشفى لهلا. ليه ما قلت لي هالخبر لهلا؟ شو فيها البنت جوري؟ خلينا نفوت وبحكي لك. تفضل. منيح، خلصنا هلا، راح أسر زياد من وشي. برافو عليك يا دكتور، هيك وشي صار أحلى من قبل بكتير. إيه، يا ريته زبط شوية شغلات بوشي. شو صار معك؟ طمني. محطة القطار هي كانت محجوزة، ما بنعرف إذا هن شرطة ولا جنود، وهذا العنوان الوحيد اللي أخذناه. كيف هيك؟ هو قال إنه انحكوا للشرطة. لا الشرطة فادتنا ولا الأمن، لسه ما عرفنا مين ورا هالشي هاد. لسه في عنا عنوان أخير، تعالوا خلينا نشوف. زياد بيكون بدرجان، لما بيكونوا كلهم هنيك عشائر شافتار وشاتير أغلو فورا بيجتمعوا كلهم مع بعضهم. وكمان في عنا زينال، الحج عثمان، بيرميك، كوفيك، مامار، حتى سولير كمان. نحن ما فينا نتنفس منيح طول ما هاي العشائر موجودة. اسمعني، نيرميكان، هارتشيكان، تشيليكان، بوليكان، هاليكان، نيمسوران، أتمان، سينان، بوسكران ما بيجتمعوا. يعني هدول كلهم كل واحد منهم له حال أكيد؟ ايه أكيد، بس في شغلة، عندهم جذور وحدة. فهمت عبد الله؟ نحن منعرف الحاج وكمان منعرف زياد، بس هلا هو مختفي. زياد مانو مختفي، زياد لساته موجود هنيك. انت رح تسيطر على القصر من جوا، وليك سليمان من أنقرة بس أصله ديرجان. حتى شكور آغا ما كان ناوي يواجهه لزياد بنوب، ما كان عرفان شي، بس زياد زودها بعدين. بكرة بتشوف من بعد هالقصة اللي صارت زياد رح يصير ضعيف كتير ووحيد. بعد ما يموت الحاج علي ما حدا رح يضل يدعمه، رح نرتاح من زياد، يعني مو بس نحن، وانت كمان رح ترتاح منه ليهدى الوضع بديرجان، وقت أي حدا بدنا إياه بنخلص منه. عبد الله، هي لعبة جديدة؟ يعني هاد شكور آغا بده يضل يلعب بالنار معنا؟ من وين جايب هذا المنطق؟ من وين بيجيب هي الجرأة؟ إذا كان هيك نحن لازم نتحرك مع بعض. بالأول أنت وبعدها فوراً نحن، مو هيك؟ قل لي شو رأيك؟ قل له لشكور آغا
إنه نحن رجال ما بنغلط بنوب. هاد ميتكن؟ لا لا. هاد ميتكن؟ لا لا. الله يعطيكم الصبر، ما في عنا غيرهم. شكرا ويعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم. في أخبار؟ اتصلوا فينا. الأخبار مو منيحة. ما ضل مكان ما دوروا فيه عليه. ما في خبر. لو ضلينا مع زياد مفقود، والأولاد زعلانين. لو جابوا له هون كانوا لقوا حل. هذا يلي قلته. عبد الله دايما بينهي كل شيء بنعمله. اسمع اخي، انا غسلت ايدي من كل القصه. أنا طالعة لفوق. شفت لما كانوا ياكلوا من خيري كانوا كلهم معي ويضلوا ببيتي، اما هلا صاروا ضدي. لصالح مين بدي اشتغل؟ شو بعمل انا؟ ما ضل حدا، حتى المحامية ريحان حملت حالها وهربت، وانت هروب كمان. انا رح ضل معك. يلي صار بينك وبين ريحان ما رح يتكرر. ليك أغا أنا قلت لك هدول كلهم مثل الفطر ما بيروح ليجي حدا بداله. شو هالحكي؟ تركنا من الفطر هلا، بعدين مو ناقصنا هالحكي. سم كله مثل السم. الحاج علي راح وطلع بداله علي شير، بس اساته صغير وما له كلمة بالمرة. كلمة زياد هي اللي بتمشي. ليش زياد رجع؟ ايه يا أغا، هذا زياد أكيد بده يرجع لهون. لازم نحسب حسابه قبل ما يرجع. شو رأي المحامي؟ حسب يلي بعرفه أنا، كونه عم نحكي عن زياد فهو بيرجع بسهولة أكيد. إيه لا، هذا صار قانون يعني. بس صدقني يا أغا، هالشغلة مو شغلة محامي. بنتي اهدي نور. صرنا مضحكة عندها. هي ترباية عنقرة. جبرائيل، صدقني انه من وقت ما انا عرفتك ما شفت انه بنتك جوري غلطت بشي. انت اللي خفت وخليتها سر لسنين طويلة. تعرف انه كانت المرحومة اماني هدية لجوري؟ الشبه بيناتهم كبير، مثل كأنه في قرابة. هالشي غريب. المرحوم الحاج علي آغا كان يقول انه جوري مثل بنته اماني. أحيانا بيكون الشبه بين الناس مثل الطرقات اللي بتتقاطع مع بعض. من كم سنة شفت بمنام إنه رح نلتقي كلنا سوا بمكان. شفت إنه كنا راكبين كلنا سوا بالقطار وكان زياد بده يجمعنا. ما بظن في شي غريب. خليني شوف. أنا بعرف ليش ما بدك تحكي. نحن منتحمل الذنب، بس شايفة هلأ نحن واقفين معك. نحن شفنا كل شي، بس كنا عميان. نحن صح إنه سمعنا كل شي بوقتها، بس ما منعرف إنه صرخاتك هي كانت تحذير. سامحينا جوري.
ومثل ما بتعرفي زياد بحبك كمان، مثل ما كان بحب أماني. لا تزعلي، زياد رح يرجع يجي، هيك إحساسي عم يقلي. أصلاً الحق علي، علي شير قال لي السر من سنين طويلة. لساتني بحس بالذنب كتير لأني ما قلت لك بوقتها. ليكي أنا عم فكر بلكي منستقبلك بيناتنا بالجبل، المي حواليكي والهوا والطبيعة كلها منيحة إلك. هي الأماكن بيكون فيها زياد بفضل إنه يشوفك بالخيمة أكتر من المشفى. شو قلتي؟ ليش ما عم تحكي شي؟ حاكينا لو بعيونك. ايه محمود آغا، أنا يمكن عانيت أكتر منك، ومشاكلنا هي اللي جمعت بيناتنا. وأنا بكل الأوقات من قبل كنت واقف ضد شكور، لما كان يصير عنف ما أقبل. بس في مشكلة، عبد الله ما قدرت أخلص منه، وهذا عبد الله مو طالع بإيده شي. بس أنا ماني معك هلأ، أنا عم أحكي هالشي قدامك، ما في شي بيني وبين علي. انت بتعرف شو؟ يلي بيقوم معصب بينأذى. شكور عظيم، شكور ما في منه. يمكن يصير مشاكل بالعيلة عطول، صارت بيني وبين اخواتي، بس ولا مرة سويت شي ندم عليه. لهيك بدي اقول لك بس فكر، بعدين انا مو بسهولة بقرر اني اشتغل مع العالم. اسمعني، شفت كل اللي حوالي وصاير عم أعرف الناس متأخر. الله معك. يا الله دخيلك، يا الله. خير يا شيخي؟ راتبي ما طلع لي. شيخي ليكم مهران. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مشي الحال شيخي؟ مع الأسف لا. كيف يعني؟ راتب التدريس ما طلع. قطعوا عني الراتب لأني ما رحت مكان ما تعينت. شغلك توقف؟ هيك مبين معي، بس عم يقولوا لساتني. لا تاكل هم، منلاقي حل أكيد. حتى لو دريت إنه ما رح آخذ راتبي لأشهر، حتى لو ما أخذت راتبي أبداً، ما رح أهتم بالموضوع. أنا ما بخاف من الدقيقة لأنه الله كريم. لك شوفي يا بنت، بدي استفرغ وما عم بقدر. عن جد عم تحكي؟ بس لا تكوني حامل. بهالسرعة؟ سرعة شو؟ حلا الشغلة تصير يا هيلين. يعني لازم خبر علي شير بهالشي؟ ايه، لنشوف بقى رح يكون بنت ولا صبي. ما بعرف شو صار مع زياد، مبين انه واقع بمشكلة. نحن شو دخلنا؟ المهم انه خلصنا من زياد بطريقنا. لا تفرح كتير محمود آغا، هذا زياد حتى لو فات على وكر حية بيعرف يطلع منه. لهيك أنا أخذت قرار اليوم أنه رح أدرس هالموضوع منيح. عبد الله معه حق، هلا بعد ما مات الحاج علي صارت العشيرة يتيمة، وزياد مختفي كمان، فشو عم تستنوا لسه؟ لازم نتساعد فوراً. ليش شو مفكر اجينا لهون؟ نحن شغلنا مو معك، شغلنا مع شكور ومحمود. إذا بدنا نلاقي نتيجة لازم يكون الكل حاضرين، كل يلي إله مصلحة لازم يكون حاضر معنا. زياد هو اللي جنى على حاله. يسلم تمك يا بيك، معك حق. خلي الكل يعرف، خلي أكبر واحد لأصغر واحد يعرف. ولا يهمك، هاد يلي رح ساويه. رستم أمرك آغا. يمكن يكون بالأرض أو متخبي بالسما، بأي وكر حية متخبي ما بعرف لهلأ، بس لازم يخاف منا وياخد حذره كمان.
يوسف اجا يا آغا. أهلين أخي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. السهل كان طايف، كان في 6 خيام منصوبة هنيك. قالوا إنه غياب مهران بيخلي الطبيعة تعصب على الناس كمان. في أضرار؟ مو كتير يا أخي، بس في مساحة صغيرة من أرض تشانلي عمر هي طافت. اسمع يوسف، مفكر ما بدي يكون بالسهل ببيتي ومع أهلي؟ بس شفت زياد مختفي، وجع البنت يلي غلطنا بحقها، وجوري كمان بالمشفى، شكور لسه ما خلص، فقل لي شو الحل؟ شكور بعد خبر لسهل مهران مشان يكسبهم لصفه. أنا ماني واثق فيه. مين واثق؟ حتى وقفوا الراتب عن الإمام. يعطيك العافية. تسلمي. الله يسلمك خالتي. أنا لسه ما فقدت الأمل. زياد رح يرجع أكيد. أنا بتمنى إنه يرجع. أنا ما فقدت الأمل، وأنتوا لا تفقدوه. زياد رح يرجع. لازم ما تترك علي شير لحاله إبراهيم. اسمع مني ورجع طلع عليه. رغم إنه مهران ما بيقربه، بس هو ما تركه لحاله أبداً. شيخنا، ولا يهمك من هاي الناحية. زياد علمنا إنه ما نفقد الأمل بهالحياة، وإنه ما نخاف من الموت أبداً لو شو ما صار. مثله تماماً. شكور بده يعمل لنا فخ، رح يضل يحاول، بس طول ما زياد مختفي رح نضل مربطين. بس نحن رح نتساعد لحتى نخلي الأراضي إلنا. نحن لازم نستعين بالكل ليوقفوا معنا. بخاطرك. الله معك. لا تاخدوها. لا تاخدوها. زياد وينك؟ هذا أنت اللي هون صح زياد؟ هي أنت حبيبتي أماني. لا تاخدها زياد. زياد 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 زياد. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.